السلام عليكم، شلونكم اخباركم؟ واليوم مقطع اليوم يا شباب، مثل ما شفتوا بالصورة مصغر والعنوان، افضل خمس هواتف او ارخص خمس هواتف بوبجي موبايل. نبدأ بالهاتف الاول، والهاتف هو اللي معي، اللي انا شايله عم بستخدمه صار لي سنة على اليوتيوب فيه، بصور وبمنتج وبنشر وبفتح لايفات منه، كله من نفس الجوال. اسم هاتفي بوكو اف 3. بصراحة هاتف خارق لدرجة ما بتتصور. الهاتف يدعم 60 فريم، ذاكرة 256، رامات 8 زائد 8. من جد انصحكم انكم تشتروا. فينا ننتقل على الهاتف الثاني. الهاتف الثاني انفينكس جي تي 10 برو. الهاتف يدعم ذاكرة 256 ورامات 8 زائد 8، ويدعم 90 فريم. 90 فريم ينطيك، بس دائما الانفينكس يهبط فريمات. راح ينطيك 70 فريم، 60 فريم نظامي، اما 90 فريم نظامي مستحيل ينطيك، لانه انفينكس معالجه ضعيف عكس البوكو. ننتقل على الهاتف الثالث، والهاتف الثالث هو ريدمي 13. مو لا برو، عادي ريدمي 13 عادي. الهاتف زاد كمان بي منه يجي نسخة 128 ونسخة 200 رامات، وبتجي 6 رامات. والهاتف كمان في نسخة 128 يدعم 60 فريم، والنسخة 256 يدعم 90 فريم. كمان هاتف قوي، والهاتف رخيص. ما بقدر بنطيكم الأسعار لأن تختلف الأسعار من دولة لثانية، فهمتوا علي؟ بس السعر انه اي هواتف ما تتعدى $200 او 150. الهواتف هي جدا رخيصة وجدا قوية، شغلة $200 ايه. ننتقل على الهاتف الرابع. الهاتف الرابع بوبو اس بوبو اس 60. مو بوكو، بوبو اس 60. الهاتف يدعم بي منه نسخة 128 وبي نسخة 256، وكذلك الرامات في 4 وفي 8، وال128 60 وال256 90 فريم. كمان هاتف رخيص ما يتعدى $200، وهاتف قوي للبوبجي، وخرج انك تصنع فيه محتوى. مشان موضوع الفريمات، كمان الهاتف هذا معالجه ضعيف، يعني ما راح ينطيك 90 نظامي، راح ينطيك 60 نظامي. بينطيك 50 فريم، وهون ينطيك يمكن 70 فريم على 90. اذا تحط 90 فريم بالمواجهات، واذا كانت الغرفة حارة راح ينطيك 60، ما راح ينطيك 90 نظامية. ننتقل على الهاتف الخامس والأخير، وأخيرا جينا هون على أحسن هاتف، وهو السامسونج جالاكسي A05C. والهاتف كمان في منه نسختين، في نسخة 128 في نسخة 64. 64 4 رام، وال128 6 رام، وفي 90 فريم وفي 60 فريم، وفريماته نظامية ما بينزل أبدا، لأنه السامسونج معالجه قوي ومعروف. وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك، والسلام.